خصوص الرجاء الرياضي، تفضل لك الكلمة. بالنسبه لفريق الرجاء الرياضي، المعطى الان اللي كان يعني مشكور هو انه يعني المكتب المسير قطع واحد الاشواط مهمه في العمليه ديال رفع المنع. مجموعه من اللاعبين لقاو معاهم اتفاق اولي، يعني وفي انتظار ان الامور يعني تمشي بشكل رسمي باش يوقعوا بروتوكولات اللي هما يعني ديجا كان السلامي والناهرين، ضاف لهم متولي، العرجون، الهدودي واللاعب الحداد. هادو لعابه اللي تقريبا لقاو معاهم اتفاق. دابا بقى لهم ملف كبير ديال بيترويليسون راهم كيخدموا عليه، وكذلك شي مستحقات اخرى ديال الاتحاد الدولي لكره القدم، اشياء اللي كيشتغلوا عليها باش داك الملف ديال المنع يتم الطي ديالو. بخصوص الملعب، ثار واحد النقاش حول المقابله الوديه ديال فريق الرجاء الرياضي مع العين الاماراتي. واش المقابله يعني بطلبين من الرئيس او المكتب ديال الرجاء كانت غتلعب بدون جمهور، او لا الملعب غير جاهز؟ سمعنا التصريح ديال النصيري اللي كان قال كودي الملعب 100% يعني مازال ما واجدش، وكذلك طلب من الرجاء واللجنه المنظمه. حنا عضو بالمكتب المسير لفريق الرجاء الرياضي كنقول لكم الخبر بامانه، سولناه قال كودي بانهم داروا مجموعه من المحاولات باش يلقاو ملعب اللي يستقبلوا فيه بالجمهور، تعذر عليهم ذلك. وبالنسبه للملعب ديال العربي الزاولي حتى ل 20 في هذا الشهر عاد يتم التسليم ديالو بصفه رسميه، يعني عاد كتكون ديك المراسم ديال التسليم وغيتامولوغا من طرف لاكاف. اذا قال لكم بغاوش يعني ياخذ ديك المسؤوليه ويلعبوا فيه بدون بالجمهور قبل ما يتم التسليم ديالو، ان لو وقعت شي حاجه قبل من التسليم غيوقع واحد الاشكال على يعني الجهه اللي مكلفه بالعمليه ديال الاصلاح، وهذا لذلك ارتأوا ان ما ياخذوا الملعب حتى يتم التسليم ديالو بشكل رسمي. هذه معطيات نقلناها لكم بامانه في اطار التجاوب البحث على الاسئله ديال الجماهير الرجاويه. اذا هذه المعطيات هي اللي كاينه بالنسبه للرجاء الرياضي.